بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الكرة مع عادل على اليوتيوب، أهلا وسهلا بحضراتكم. لو بتشوفوني على اليوتيوب لايك وشير ومتابعة لقناتنا على اليوتيوب، ولو بتشوفوني على الفيسبوك لايك وشير ومتابعة لقناتنا على الفيسبوك. نبدأ بعناوين أخبارنا. والاتحاد الدولي يتغنى بالنادي الأهلي. عرض اتحاد جدة الجبار لمحمد الشناوي. آخر أخبار وسام أبو علي مهاجم الأهلي الفلسطيني. رحيل لاعب نادي الزمالك. وآخر أخبار منتخبنا المصري واستعداداته لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار. قبل ما نبدأ أخبارنا ما تنساش لايك وشير ومتابعة لقناتنا على اليوتيوب والفيسبوك. بتشاهدنا لازم تضغط اللايك علشان أعرف إن أنت متفاعل معايا على القناة. أنا لو بكبر في القناة بتاعتي فبكبر بحضراتكم وبدعمكم ليا. نبدأ أولى أخبارنا. والاتحاد الدولي يتغنى بالنادي الأهلي. الاتحاد الدولي أبرز تقرير عن مباريات كأس أندية العالم التي أقيمت بالسعودية، وأبرز في تقريره تفوق النادي الأهلي في مراحل كثيرة من البطولة. أول حاجة مميزة في التقرير ده إن علي معلول أسرع ديليفري في مصر جرى في المباراة الواحدة 10 كيلو. علي معلول أبرز لاعب في البطولة إن هو جرى 10 كيلو. أبرز كمان من تقرير الاتحاد الدولي تماسك فريق النادي الأهلي دفاعيا وهجوميا. دقة استحواذه، ان هو النادي استحواذه وقدروا اللاعيبه ان هم بيقدروا يسيطروا على الكره اكبر عدد من الدقائق في المباراه. ان هم بيقدروا يعملوا 50 و60 تمريره دون ان الكره تقطع منهم، وده شيء مميز في البطوله. دي كانت ابرز حاجه تغنى بها الاتحاد الدولي عن النادي الاهلي وعن مشاركته التاسعة في كأس العالم للأندية. تاني أخبارنا العرض الضخم المقدم من اتحاد جدة السعودي لضم محمد الشناوي. العرض سواء كان 8 مليون دولار أو 10 أو 12، مفيش العرض على طاولة النادي الأهلي، ونادي مجلس إدارة النادي الأهلي مش هيقدر يبت في العرض ده قبل عودة مارسيل كولر من أجازته اللي هي كانت لمدة 10 أيام. عرض اتحاد جدة ده مقدم لأن نادي اتحاد جدة استغنى عن الحارس البرازيلي في المحترف في النادي، والعرض ده بناء عن طلب المدير الفني لمحمد الشناوي. عند عودة مارسيل كولر وعرض الأمر عليه هتبان الرؤية. محمد الشناوي ممكن ينتقل لاتحاد جدة، ولا محمد الشناوي مكمل عقده لنهايته ل 2025. خبرنا الثالث وهو عن سفر أمير توفيق للسويد لإنهاء إجراءات ضم وسام أبو علي. كابتن أمير توفيق زي ما قلت لحضراتكم في الفيديو السابق إن هو سافر لإنهاء إجراءات ضم وسام أبو علي. النادي الأهلي رافع عرضه ل1,700,000 يورو لضم وسام أبو علي. النادي السويدي متمسك ب 2 مليون يورو، زائد ان هو ياخد نسبة من اعادة بيعه بعد كده 30%، وياخد 200,000 يورو في حالة مساهمته في فوز النادي الاهلي بدوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي عرضه واقف عند 1,700,000 يورو، زائد رفض البندين اللي طلبهم النادي السويدي. النادي الاهلي قال لك انا 1,700,000 يورو وشوف نفسك. اللاعب كده كده مضينا على استمارة ان هو رغبة ان هو بانضمام للنادي الاهلي. الميزة اللي انا ممكن اقدمها لك اللي هي ممكن اديك 200,000 يورو في حالة تسجيله 10 اهداف.
ده للنادي الأهلي قالوا على لسان أمير توفيق. الصفقة في وجهات نظر حاجات بسيطة، رتوش بسيطة عند إنهائها مع النادي السويدي وسام أبو علي في النادي.